سوريا، خراب سوريا بسبب تعليم الازهر، وجبهة النصرة وغيره دي كلها بتتبع الازهر. نيجيريا وبوكو حرام، زعيم بوكو حرام خريج الازهر. باكستان، افغانستان، ايمن الظواهري، اسامة بن لادن، كلها تعاليم ازهرية. ده مش كده، ده انا هقول لكم حاجة، مفيش دولة في العالم فيها فرع للازهر مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. نيجي بقى للمؤسسة اللي بيتناول منها معاذ عليان أو معاذ وطيان ابن النابغة ابن العاص تعليمه، هي مؤسسة الأزهر. راعية الإرهاب في مصر والعالم. جاء يوما رجل جليل اسمه الشيخ محمد سيد طنطاوي، أراد تنقية التراث سابقا لمحمد ابن سليمان الذي ينقيها حاليا. الله يطول عمرك محمد بن سليمان. كان هناك رجل نابغة، رجل أمير، رجل محترم اسمه الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، شال الأحاديث التي تدعو إلى الإرهاب. أتى الشيخ الغير طيب أحمد الغير طيب وأرجع كل هذه الكتب التي تدعو للإرهاب، وقال حينما تولى الإخوان طبعا اللي طلعوا منهم كل الفرق الجهادية والفرق الإرهابية، لما تولى الإخوان الحكم قال شيخ الأزهر إن الإخوان يحملون فكر الأزهر. حينما يكون الإخوان يحملون فكر الأزهر والإخوان والجمعيات التكفيرية تقوم بعمليات إرهابية، إذن المعادلة أن فكر الأزهر هو فكر إرهابي. فكر إيه يا حبيبي؟ فكر إرهابي. هي معادلة واحدة. شيخ الأزهر قال لك لا يمكننا تكفير داعش لأنهم أهل قبلة. أهل قبلة يعني بيصلوا. وهل تشفع الصلاة لمن يقتل ويسبي ويغتصب أيها الشيخ؟ أليس بالإعمال يدخل الإنسان إلى الجنة؟ الأعمال الفاضلة، احنا ما عندناش جنة على فكرة، احنا عندنا ملكوت. الجنة دي أرضية، والأرضية لا يدخلها إلا الأرضيين، ما فيش جنة خالص أساسا يعني. ولم توعدوا أنتم بالملكوت، أنتم وعدتم بالجنة وهي أرضية ولا وجود لها حاليا. الشيخ الأزهر قال لا يمكننا تكفير الدواعش، إذن الدواعش مؤمنين. الخير كافر فهو مؤمن، إذن الدواعش مؤمنين، إذن الإرهابيين مؤمنين، إذن الدواعش يؤمنون بفكر الأزهر، إذن فكر الأزهر إرهابي. الأزهر قام برفع قضية ازدراء أديان على 4 أطفال عملوا فيديو 29 ثانية بيمثلوا داعش هي وبتقتل. أثار هذا حافظة الأزهر. الله، ده في مسلسلات اتعملت في مصر عن داعش ولم يفعل هذا الأزهر. لماذا فعلها الأزهر ورفع قضية ازدراء أديان على 4 أطفال وفيديو 29 ثانية؟ لأن من قاموا بذلك مسيحيين. إذن الأزهر عنصري إرهابي. شيخ الأزهر بيقول ما يحدث ليس له علاقة بالإسلام، ما يحدث لبناء دور العبادة المسيحية وما يحدث للكنائس أثناء عبادتها ليس من الإسلام. في نفس الوقت كما قلت سابقا هو يدرس كتب تدعو إلى هدم الكنائس، والكتاب اسمه الحجة الباهرة لهدم كنائس مصر والقاهرة تحديدا.
ومؤلفه نكررها مرة تانية الشيخ الدمنهوري شيخ أزهر سابق. الأزهر والعهدة للواقع، نلجأ للواقع، تسبب في تدمير وخراب الدول، تسبب في خراب لبنان بوجود حزب الله. وما تقوليش حزب الله شيعي، برضه بيستقي علوم أزهرية حتى ولو كان شيعيا. تسبب في خراب لبنان حاليا. لبنان تعاني من الفتنة الطائفية بسبب تعاليم الأزهر. لم يكن لبنان يوما في إرهاب زمان، ما كانش فيه الخمسينات الأربعينات، ما كانش فيه الكلام ده، كان المسيحيين والمسلمين عايشين مع بعض في سلام. سوريا، خراب سوريا بسبب تعاليم الأزهر، وجبهة النصرة وغيره دي كلها بتتبع الأزهر. نيجيريا وبوكو حرام، زعيم بوكو حرام خريج الأزهر. باكستان، أفغانستان، أيمن الظواهري، أسامة بن لادن، كلها تعاليم أزهرية. ده مش كده، ده أنا هقول لكم حاجة، ما فيش دولة في العالم فيها فرع للأزهر ما فيهاش فرع لداعش. أول ما تسمع كده دولة اتبنى فيها فرع لداعش، فرع الأزهر، تعرف إن فيها فرع لداعش. لما حصل موضوع قتل الرهبان، وده هنرجع له بالتفصيل، قلت لا، لازم ادور على المصادر. دور كده في جنوب افريقيا، الدوله كانت عايزه تلبسها للاخوان، تقول لك اخوان، الدوله بتلعب، يقول لك اخوان. انا مالي بالاخوان، انا مالي بالاخوان، ما الاخوان تابعين للازهر، انا مالي انا والازهر. الدوله بتمول ايه بقى؟ النظام هو اللي بيمول كل ده. لقيت ان الازهر فاتح فروع في جنوب افريقيا. قلت بس خلاص، احنا هندور على ليه هندور على الازهر ولا غيره؟ ما هو الازهر الاخوان يحملون فكر الازهر، والازهر فاتح فرع. طب انا اروح للازهر ليه؟ ما انا اروح للاخوان ليه؟ ما انا عندي الفرع نفسه، رئيسه بجسمه بلحمه بشحمه، فروع للازهر موجوده. في سيدني في استراليا، الواد اللي عمل كده صاحب معاذ عليان، اللي بيستلم اوامره من الامن النجس، الامن الواطي النجس، اللي بيسموهم امن وطني، انا بسميه امن واطي، والامن الواطي بيأتمر بامر الازهر. اذا حتى في سيدني في استراليا لو تمت عمليه ارهابيه، او في امريكا، او في اي حته، او حتى في غزه، اعرف ان وراها الازهر. ماده 7 من الدستور المصري، ماده 7 من الدستور المصري بتقول لك الازهر الشريف، شريف، الازهر الشريف هيئه اسلاميه علميه مستقله. علميه ايه؟ ازاي علميه مستقله؟ ايه الازهر ادى اي شيء علمي؟ الازهر ما اداش غير لخراب العالم ولسفك الدماء. يقول لك الازهر الشريف ده ماده في الدستور، هيئه اسلاميه علميه مستقله يختص دون غيره بالقيام على كافه شؤونه. يعني هو بيقوم على شؤونه، وهو المرجع الاساسي في العلوم الدينيه والشؤون الاسلاميه. هو المرجع الرئيسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. حط كده بدل ما كلمة يتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، يتولى مسؤولية الدعوة ونشر الإرهاب في مصر والعالم. هي وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. إسلام البحيري قال في يوم من الأيام إن الدولة بتدي 26 مليار جنيه دعم للأزهر سنويا، طبعا منها ضرائب المسيحيين. يعني تلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. والدولة النظام لما يدعم مؤسسة إرهابية، إذن فهو يدعم الإرهاب. شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل. الكلام ده اتقال قبل كده عن وزير الدفاع إنه غير قابل للعزل واتعزل، لكن شيخ الأزهر ما يتعزلش ليه؟ لأن توجه الدولة سلفي، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. عشان مصر تبقى دولة ودولة محترمة يجب إلغاء 3 مواد. المادة الثانية من الدستور اللي بتحط الشريعة الإسلامية المبدأ الأساسي للتشريع، أو المبدأ الرئيسي للتشريع. مادة ثانية من الدستور، لأنها مادة طائفية عنصرية غير حقوقية. المادة الثانية، والشريعة الإسلامية
عنصرية وغير حقوقية. والمادة الثالثة اللي بتقول لك يحتكم الأقباط إلى شريعتهم، لا احنا عايزين قانون مدني للكل كله، حتى في شرائع الجواز وغيره. اللي عايز يتجوز مدني يتجوز، اللي عايز يروح الكنيسة يروح بعد يتجوز. لكن عايزين المدنية تطبق على الكل، مفيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي وقانون لده وقانون لده. وبرضه المادة السابعة من الدستور اللي هي مادة الأزهر الشريف دي تتلغي. مفيش حاجة اسمها أزهر بيطلع علوم تدرس للأزهر. يجب إلغاء المادة الثانية والثالثة والسابعة من الدستور المصري، وإعلان جمهورية مصر المدنية، مش جمهورية مصر العربية، لأن مصر عمرها ما كانت دولة عربية. جمهورية مصر المدنية. ده لو عايزين الدولة تبقى دولة. لكن عايزين الدولة من سيء إلى أسوأ، خليكوا زي ما انتم، خليكوا زي ما انتم.